صباح الفل وصباح الياسمين، صباح نبشر بنور الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب يا رب ابدا لا يكون. اشكروا الله وقولوا لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب يجعل لساني عامر بذكر الله وقلوبنا كده منوره بنور الله. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى ناس دمتم في حياتي نعمه. تعالوا نبدا يوم جديد وفيديو جديد بطاقه ايجابيه جديده. يا رب كده تعجبكم، يا رب تنور رضاكم وتحبكم في الله. تعالوا كده نبدا ونصلي على الرسول. يومنا كده بادئ من بدري جدا جدا، طبعا صلينا الفجر الحمد لله، قمنا شفنا اللي ورانا ومسكنا كده حته روقناها، ومسكت الصلاه عندي روقتها الاول، وبعد كده شغلت القران كده الشاشه على القران. وتعالوا كده نبدا اليوم بتاع النهارده ونشوف الفيديو بتاعنا النهارده فيه ايه، ومعانا غدا ايه. معانا غدا النهارده حلو جدا جدا. معانا اللهم صل على سيدنا محمد. بطايه حلوه بسم الله ما شاء الله. ومعانا هنعمل البطايه ديت، وهعمل جنبها بسله، شويه بسله، معايا بسله ومعانا جزر، وهنعمل جنبها شويه رز بالشعريه كده. تابعوا معايا الفيديو للاخر. واللي لسه ما اشتركش في القناه وشاف الفيديو بتاعي يسعدني ويشرفني تشتركي معانا في القناه وتفعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو انا هنزله معاكم الفتره اللي جايه. هنمسك البطه نغسلها كويس ونحطها ونولع النار عشان نعلق عليها. تمام؟ تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش الصلاه على النبي، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي ست الكل عشان عيلتي تكبر بيكم. بحبكم في الله. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه. معانا الميه، حطينا ميه على النار بتغلي، حطيت فيها بصله وطماطمايه وورق لورا وحبهان واتنين من المسمار، وهننزل فيهم كده بالبطايه الحلوه اللي معانا. صلوا على النبي يا حبيب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنحط بقى ايه العزال بتاعتنا بتاعه البطايه. تمام؟ هننزل عليها بكمون بسم الله. هننزل فيها بمعلقه من الفلفل الاسمر، ومش هنحط ملح علشان البطه لحد ما تخش في السوا هنبقى نحط بقى ايه الملح بتاعنا. تمام؟ نحط البطايه كده تستوي، وبعد كده معانا البسله هنعملها. تمام؟ نحط دي تشتغل ونشوف بعد كده هنعمل ايه. اهو زي ما انتم شايفين، ومعانا هنا بسله. هنعمل شويه رز بالشعريه وشويه بسله جنبيهم، وهيكون ده الغدا بتاعنا النهارده سهل وبسيط. يا رب كده يعجبكم وينور رضاكم. بنحبكم في الله، احلى اخوات واحلى ناس دمتم في حياتي نعمه. تعالوا نعمل البسله كده. معانا بصله على النار، ننزل فيها بمعلقه من السمنه ومن الزيت، وهنشوح البصله. كده البصله ندبلها بس شويه، انتوا شايفين مش هنخليها يعني ايه تحمر او تصفر. تمام؟ احنا بندبلها بس. بعد كده دي طريقتي في البسله. انزل بالجزر الاول طبعا عشان هو بياخد كميه سوى الاول. تمام؟ ادي الجزر شايفين اهو. هنزل على الجزر كده هو بيتشوح، فلفل اسمر، كمون. تمام؟ ده فلفل اسود، كمون، ومعانا معلقه من الكزبره. الكزبره يا مامان طبعا حطيها بتودي البسله في حته تانيه خالص. نشوح كده الجزر مع بعضه اهوت، وهنزل عليه بمعلقه من السكر. سكر يا مامان طبعا اهو، معلقه سكر، معلقه صغيره. لو البسله فريش يبقى مش هتكتري السكر، انما لو البسله متخزنه نبقى نديها معلقه كبيره من السكر. تمام كده؟ سيبي بس الجزر يتشوح شويه مع الكمونه والفلفل الاسمر والكزبره ومعلقه السكر، وبعد كده هننزل عليه بالصلصه. تعالوا كده معانا بعد ما الجزر كده دبل معانا شويه اهوت، هتنزلي بعد كده كيس من الصلصه اللي احنا مفرزينها اهوت. تمام اهو. مش هتنزلي بالبسله، لا هتنزلي الاول بالصلصه. ده كيس من البسله متفرز معانا اهوت، هنسيبه بس يفك، وهننزل عليه بمعلقه من البابريكا اهوت، وهنسيب الكلام ده كله يتشوح، وبعد كده هننزل بالبسله بتاعتنا. تمام؟ بعد ما الطماطم اتسبكت
انزل عليها بالبسله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، واللي وصل معايا الفيديو لحد هنا ما ينساش يحط اللايك، وما ينساش يصلي على النبي كده في الكومنتات. اللي بيصلي على النبي مره بيصلي عليه 10. تمام كده. احلى شويه بسله، مفيش احسن من كده. تمام. هسيبها كده تاخد غلوه، وبعد كده هزودها من الشوربه. تمام. شويه شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي شوربه من شوربه البط، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. احط لها كده كبشه شوربه، نزودها كمان شويه عشان تستوي مع بعض، ونعمل شويه رز بالشعريه، ونشوف الغدا بتاعنا النهارده بيكون عامل ازاي. سهل وبسيط، يا رب كده يعجبكم وينور ذوقكم. تمام. انا كده زودتها شوربه، وهسيبها بقى لحد ما تستوي مع بعضيها، وهعمل شويه رز بالشعريه. تمام. وهنشوف الغدا بتاعنا. يا رب كده يكون الفيديو بتاعنا خفيف النهارده. بحبكم في الله، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه. ما خلصنا الغدا اتغدينا، الف حمد وشكر ليك يا رب. زي ما انتم شفتوا كده معايا في الفيديو، انا حطيت الغدا بس ما حطيتش صوت عليه. تمام. ده كان غدانا النهارده، شويه رز وشويه بسله، الله اعظم والعزه والدوام لله. تمام. فقلت اعمل لهم بقى شويه فشار عشان اقعد معايا بسله جايباها هفرزها. هفرفطها معاكم واوريكم شكلها، وهنعبيها في اكياس للتفريز. وكل سنه وانتم طيبين يا رب. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. بحبكم في الله، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه. هنا زي ما شفتوا معانا كده في التفريزات الاولانيه اللي جبناها، كنت مفرزه معاكم الزبانخ، وكنت مفرزه خضره المحشي. تمام. النهارده جبت معايا بسله 5 كيلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادي شكل الجرنه اهوت يا بنات. بصوا، اهم حاجه في البسله اللي هتخزنيها تكون محمله كده، يعني معبيه. شايفين الحبايه كده اهي اهي. يبقى خزنا اول حاجه الزبانخ من خضره الشتاء، وخزنت خضره المحشي. ودي المره دي جبت معاكم البسله. انا ما مخزنش الخضار كله مره واحده، انا على قد فلوسي بمشي. تمام. جبت معايا 5 كيلو اهمت هنعملهم مع بعض، وجبت معايا كيلو ونص جزر ليهم علشان اخزنهم برضو، علشان اعمل تخزينات الشتاء. طبعا خضار الشتاء مفيش غنى عنه يا بنات. تمام. دي كميه البسله هنفرفطها كده وهنشوفها مع بعض واوريكم شكلها في الاخر. هنا كده بعد ما فرطنا كميه البسله اللي معانا اهيت، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، طلعت بسله من النوع الحلو وبترمي كتير. تمام. عملت كده الحبه اللي انا كنت جبتهم وعملتهم. انا ما بعملش فيها اي حاجه خالص اكتر ما بفصصها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بنضفها من اي عفره فيها، وبمسحها بفوطه من فوط المطبخ وبس، وبسيبها زي ما كده. وبجيب معايا اكياس التخزين اللي زي ديت، وبعبي فيها الكميه اللي معايا، بحطها هي لوحديها، ما بحطش معاها الجزر يا بنات. انا بخرط الجزر لروحه والبسله لوحديها. تمام. عشان احنا عارفين ان الجزر بياخد نار اكتر من البسله. تمام. هعبيها في الاكياس ديت عادي اهي، هعبيها عادي في اكياس التخزين عادي اهي الكميه اللي انت بتطبخيها وبس. وبعدينها في الفريزر بتقعد معايا من السنه للسنه. تمام. تحطي الكميه اللي انت عايزاها وبنفرزها اهوت اهي، وبتربطي في كيس عادي وبتحطيه في الفريزر، ووقت الطبيخ بتطلعي الكيس اللي انت عايزاه. تمام. هعبي الكميه كلها واوريكم شكلها. وادي عبينا كميه البسله اللي كانت معانا اهيت، بسم الله ما شاء الله اهي. عملنا كميه محترمه، وكل ما هنستغنى ان شاء الله ويكون معانا فلوس في ايدينا بتجيبي وبتعملي كده لحد ما بتخزني الكميه اللي انت عايزاها. انما اللهم صل على سيدنا محمد تضغطي نفسك، لا، معاكي هيتي، مش معاكي على جدك وامشي. فمش حد، سبحان الله، كل واحد هو ادرى بظروف بيته، وكل واحد ادرى بظروف اهل بيته. تمام. فانت مش تغصبي على نفسك تجيبي اكبر من طاقتك، لان لو معاكي هتجيبي، مش معاكي قدر الله ما شاء فعل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والحمد لله، ربنا يعيننا ويقوينا على حالنا يا رب، وربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويوم جديد وطاقه ايجابيه. اشوفكم على غير حبايبي. اللي وصل معايا الفيديو لحد كده ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه ويصلي على النبي. اشوفكم على خير. السلام عليكم.